السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي إن شاء الله تكونوا بخير. ولينا لكم فيديو جديد، الجزء الثاني تاع البلافو تاع الأول اللي بدينا فيه المرة اللي فاتت، واللي خدمنا فيه لاكورج والبلاكا، وخدمنا فيه الباكيت تاع باش نديرو فيها اللاد. واليوم جينا نوريكم كيفاش غادي نبلعو هاد البلافون في الوسط بطريقة سهلة. كيما راكم تشوفوا هنايا نحطو البلاكا تاع 40 نبلعوه بلافو كاع كي شغل رانا نبلعوه في بلافون سامبل. وهذوك القناة كيما راكم تشوفوا خاوتي راهم دايرين كاع البلافون كي شغل دايرين واد هكا باش نديرو فيه اللاد منا ومنا لداخل وبرا. وهذا غادي نبلعوه في الوسط كومبلي، ونوريكم كيفاش نتراسيوه باش نعاودو نخدمو عليه الديكور تاع الوسط. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وإن شاء الله تستمتعوا معنا وتستافدوا معنا، وهذه هي الغاية تاعنا. كي تتفرجوا الفيديو تاعنا إن شاء الله تخرجوا بنتيجة وتتعلموا حاجة جديدة. وما تنساوش ديروا لنا جيم على الفيديو وابونيو عندنا في لاباج باش تدعمونا، ومام حنايا نزيدو نخدمو نزيدو نمدو الحاجة اللي نخدموها نقولك بارطاجوها مع خاوتنا. وحنا رانا كيما يقولك رانا نخدمو ورانا نتعبو في الخدمة، ورانا نتعبو تاني باش نخدمو هاد الفيديو تاني. ان شاء الله تقدروا هاد المجهود نتاعنا وتعاونونا بالبارطاج وكومونتير يكون مليح، وربي يحفظكم. كيما راكم تشوفوا هنايا راني حاط البلاكا. هنايا عندي 2 متر طول والبلاكا عندي فيها 40. هاد البلاكا كاينه حاجه نقولها لكم. البلاكا هادي عندي شحال وانا خادمها وكانت محطوطه وكيما نقولوا حنايا برد جبدت شغل يبست. اما لا ماذا بيكم كي تركبوا بلاكا كيما هكا تكون شويه تكون جابده كيما نقولوا حنايا تكون نشفت من الماء هذاك تبان تولي شغل بيضه. ماذا بيكم كي تحطوها كيما هكا قبل ما دير لها لافيلاس كبوا ليها الماء. كيما انا هنايا انا نركب هكا بلاكا نشوفوا هذه بلاكا. انا اول حاجه نديرها نكب ليها الماء. هاي كيما تشوفوا هكا نكب ليها الماء باش تعاود تشرب. ومن بعد باش ندير عليها عاد نخيطها مع اختها اللي ملهيه وندير لها لافيلاس باش البلاط يشد مليح. صار لها كيما الفايونس ودالدوسول تقريبا نفس الفكره. كاين دالدوسول اللي خاصك تنفخه في الماء باش تشد فيه السيمه، كون ما تنفخاش ما يشد فيه السيمه. انا تاني كيما كان البلاط هذا تاني نمشي بهذه الطريقه هذه. انا بغيتش نريسكي صراحه. كاين بالك اللي يلصقو ديراكت، بصح انا ما بغيتش نريسكي. انا بغي نفخ البلاكه مليح ونخليها تشرب البلاط بالخف يشرب. هذا نبدا نلصق عليها لافيلاس باش الخدمه تجي متينه وتجي صحيحه وما تخافش عليها باش ما تطرطقش وما تلاشيش. وبلا ما ننسى باش نذكر خوتي حنا الكابليات نتاع الضو هادو نفوتوهم مع البلافون ديريكتومون كيما عودناكم. لي سبوت نفوتوهم كي نكونوا عدا في البلاكا تاع الطرف. وكيما راكم تشوفوا هنايا في الوسط ثاني راني مفوت كابليات راني نتاعهم تما في ذاك الخبر. كابليات نتاع الديكور تاع الوسط ثاني نوجدوه نبلعو عليه كيما هكا.
كيما كتشوفوا خوتي هنايا صرنا قريب نكملو البلافون تاعنا. تبقى لنا الحبة التالية نركبوها. كاين اللي يقول لك كيفاش تبلع البلافون. راكم تشوفوا هنايا هاد البلاصة هنايا هاك باينة. الحبة السطر تخلي دايما تخلي السطر في التالي، السطر فوق التالي، تبلعهم تبلعهم بالعكس حتى الحبة التالية. وهنا رانا تشوفوا هنا قطعنا البلافون تاعنا واحد 3 دويرات. هادوك الدويرات طرافة صغار شوية على ديك الوسطانية، وتاني كاينة واحدة أخرى تاني كبيرة تاني جاية على الوسطانية، هاديك مازال ما قطعناهاش. هنايا خوتي كي تقطع هادو توجور كي تقطع كيما هاكا خاصك ترونفورسي، خاصك تزيد لافيلاص، خاطرش كاين بلاصة غادي تقعد معلقة، خاصك دير حسابك، خاطرش كي غادي تقطع كاين البلايص اللي تعاود لافيلاص تنقلع، سمانا غادي تولي واحد البلايص ناقصين. هنا قبل ما تزيد تقطع قبل ما تزيد تخدم ترونفورسي. وهنايا روحك تميز البلاصة اللي غادي تكون عليها كيما نقولو حنا الثقل غادي يكون عليها، وتزيد لها لافيلاص قبل ما تزيد تقطع قبل ما تبدا تخدم. هنا في هاد الدويرة الوسطانية هادي غادي نزيدو نقصو واحد الدويرة كبيرة راني مطراسيها مش عارف راه تبان ولا لا. سما غادي يبقى واحد الدائرة مرفودة في الوسط، هذيك هي اللي خص ترونفورسيوها بزاف خويا، هذيك هي اللي راني نخدم عليها انايا. نكتر لها لافيلاص خاطرش هي تقعد معلقة وحدها في الوسط، و دوك نوريكم الشكل تاعها كيفاش يجي بعد ما نقطعوها. هذا هو الشكل تاعها، هاك اللي جات هاي قعدت وحدها في الوسط. هذيك ترونفورسيها قبل ما تقطع دويرة كبيرة هذيك. وهذا ما كان فيديو تاع اليوم، وبارك الله فيكم خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.